اهلا وسهلا بحضراتكم في معبد هيبس. معاكم الاسري محمد حسن جابر، اسري متخصص في معبد هيبس. بالنسبه لهيبس، التسميه بتاعت هيبس ترجع للكلمه المصريه القديمه في الهيروغليفيه هبت. هبت بمعنى المحرات، المحرات اللي بنحرت بيه الارض، والتسميه جايه ارتباطها من الزراعه. يعني هبت ده اسم الواحه كلها القديمه، مش اسم اله او اسم ملك. هبت كعاده اسماء الاعلام في فتره العصر الروماني بنضيف لها حرف اس، زي أوزير أوزيرس، يبقى هبت هيبس. وده مش اسم إله أو ملك، ده اسم الواحة كلها القديمة، الواحة الخارجة هبت، اللي هي حاليا حوالي 3 يعني قديما حوالي 3 كيلو متر مربع حوالين المعبد. هي حاليا دلوقتي أسفل النخيل ده من جميع الجهات 3 كيلو متر مربع. المعبد هنا مخصص لعبادة ثالوث الطيب المقدس أمون رع وموت وخنسو. طبعا دول المعبودات الرسمية في الجنوب، واحنا واحة تابعين لطيبة الأقصر في الجنوب، فبالتالي دي المعبودات الرئيسيه هنا. امون رع الزوج والاب، موت الزوجه والام، وابنهم المعبود خنسو الاله الطفل او اله القمر. المعبد معمول مبني من الحجر الرملي، مجلوب من منطقه اسمها جبل عين المقطع حوالي 5 كيلو متر شمال الخارجه، وموجود مكان قطع الاحجار كمحجر رئيسي بتعمل له زياره بعربيه دفع رباعي. المعبد هنا على محور واحد بيبدا من الشرق الى الغرب، بيبدا بحاجه اسمها المرسى ده اللي هو قدامنا، ده عباره عن ميناء على حافه بحيره قديمه. البحيره دي كانت ممتده لحد الطريق الاسفلت اللي حضرتك جيتوا منه، كانت فوق 700 متر. وفي العصور الاقدم من كده كانت ممتده لورا. النخيل اللي هناك ده في معبد اسمه معبد الناضوره. ميه عذبه؟ لا، مياه كده طبعا، هي عذبه بس كده مش متجدده. المعبد هنا كان على صخره ربوه بركانيه مرتفعه، وكان اللي حواليه ده كله واطي، فسمح بتجميع مياه العيون الارتوازيه وتصريف الزراعات. تمام. وعمل بحيره راكده، حتى ان البحيره دي كان فيها ملاريا بسبب انها راكده ومش متجدده وجفت دلوقتي. ليه؟ لا مش رصد، هي العماره المصريه القديمه في المعابد بيشترط وجود حاجه اسمها رافد نيل او قناه نيل او مجرى مائي، عشان يبقى فيه على حافته بحيره قرابين اللي بتاتي محمله بالمراكب وكده تروح نازله على المرسى، تبدا الكهنه الكتافه تاخد الزورق المقدس وتاخد القرابين وتزور المعبد على محور واحد. لذلك احنا هنا بنقول معبد هيبس برضو من اهميته ان هو المعبد الوحيد اللي باقي من فتره العصر الصاوي الفارسي، ودي فتره مهمه جدا في التاريخ مش موجود من اثارها غير هو المعبد ده. اكبر معبد واكبر مبنى متكامل في الصحراء الغربيه كامله. وكمان هو ريبليكا كارنك، حتى بنشوف طريق الكباش، عشان هناك في طيبه نفس المعبودات هم اللي هنا اللي هم المعبودات امون رع وموت وخنسو. قلنا كلمه موت جايه منها كلمه موت في الداخله اللي هي مدينه موت، عشان في معبد هناك مخصص لنفس الثالوث في منطقه دير الحجر. هنا عندنا 5 معابد، الخارجه فيها 4 معابد والداخله فيها معبد واحد. كلهم الحمد لله انا اشتغلت عليهم ترجمت الهيروغليفي كله بفضل ان انا مصنف من افضل قارئ ومترجم الهيروغليفيه في مصر والشرق الاوسط كله الحمد لله. الله عليك، ربنا يديك الصحه. ان شاء الله باذن الله جوه هنترجم الهيروغليفي كتير لو حد حابين تسمعوا يعني هو ده نسخه من الكباش بس هو ريبليكا كارنك، لان طريق العماره المصريه القديمه واحد. هو لازم يبدا بمرسى، ولازم يبقى المحور عشان المعبود امون رع معبود شمسي، تمام، اتحاد امون برع ورعد الشمس، فبالتالي لازم يبقى اتجاه شروق الشمس من الشرق الى الغرب. طبعا بنخلص البوابه دي، تمام. الشجره دي شجره اثريه يا جماعه، عمرها فوق ال 250 سنه. شجر الصنطه نوع من انواع الاشجار الصمغيه، اسمها بالمصري القديم شنجت. اشجار خلد عند المصري القديم بتلاقي موجوده كتير في اماكن المقابر والمعابد فوق ال 250 سنه. احنا وجدناها الصمغ دي سجرد. في يعني رحاله بتوع 1800 وما قبل ذلك لقينا الشجره دي موجوده كامله. طبعا هي كانت ميته خالص وجذوعها كلها ناشفه، ولكن احنا عاملين هنا سور فلتري لان المعبد اتقفل 12 سنه، عمل له مشروع كامل في الانقاذ والترميم. كان واقع ومصلوب بصلبات عشان هنا في مياه جوفيه اثرت على اساسات المعبد وخلته قايل السقوط، وكان مصلوب بصلبات. واتعمل سور فلتري حوالين المعبد بعمق 13 متر خرسانه في الارض عشان يعمل حاجز للمياه الجوفيه. بنسحبه بفلاتر، فهي الشجره بتشرب من الفلاتر، والميه اللي بتطلع بنرميها تاني على الزراعات. وكان معايا صديق مهندس الماني قال لو اتقلمت من فوق هترجع تغزر جامد جدا، بس احنا مش عايزينها تغزر عشان خاطر هنا في تعامد للشمس بيحصل زي ابو سمبل مرتين في السنه، يوم 6/9 ويوم 7/4. المعبد
اهميته ان هو شامل معظم الفترات التاريخيه اللي مرت بها مصر، ابتداء من العصر هي طب واحنا ليه تاريخين؟ اعياد، غالبا اعياد. دي ممكن قبطية ولا قبطية؟ عايز بالنهار طيب هنا دي اول بوابه من العصر الروماني، عصر الامبراطور جلبة سنه 69 ميلاديه. عليها نقش مميز جدا في الجانب الشمالي الشرقي اهو، مكون من 66 سطر، اسمه نص او قانون ال 66، مجموعه اصلاحات اداريه وتشريعات، كيفيه معامله المراه، تجنيد، توريث، اول دستور للبلاد. اتوضع في مكان مهم اللي هو معبد يبس، وموجود باللاتيني القديم من 66 سطر هنا، وكملته الناحيه الثانيه. تمام، هنخش جوه نشوف. طب ممكن تقرا لنا لو جزء منه اذا تكرر؟ يعني هو كان تقرا لنا جزء منه؟ استاذ محمد عايزين نعرف بس. واللي عايز بقى يكمل يخش على النت هيلاقي. احنا بقى رايحين البجوات بعد كده، منطقه مكشوفه ولازم نروحها بالنهار. والقبل الكبير هو كان في معامله هنا من الحاميه اللي بيتم مع الضرائب، كان معامله غلظه بتعامل الجنود اللي هنا بيعاملوا الاهالي معامله غليظه، فاشتكوا للحاكم فامر بيحط مرسوم ينظم العلاقه بين الحاكم والمحكوم. ما كانش القرار ده والمرسوم ده خاص بالواحات بس، ده كان خاص بمصر يعني كلها، ده دستور، ده زي دستور البلاد. ده هنا طريق كباش، ده احدث اكتشاف في 2007 تحت الرمال اثناء عمليه ترميم المعبد وتسويه الممر ده. نزلنا بالمنسوب شويه عشان نمهد الممر ده، فوجدنا الكبش، لذلك هو حالته كويسه عن الباقيين شويه. ده رمز المعبود امون رع، عشان المعبود امون رع بياخد شكل الكبش، عشان الكبش معروف عنه الخصوبه العاليه. دي تاني بوابه من بوابات المعبد، بوابه من العصر البطلمي سنه 250 قبل الميلاد. دي عمرها في منها الشعار بتاع المحافظه، على العلم بتاع المحافظه بنلاقي البوابه دي كاهم مباني المحافظه اول بنشوفها واحنا داخلين المحافظه. وهي طولها من الارض 9 متر فوق الارض، و11 في الاساسات، يعني 2 تحت الارض و9 فوق. هي من الحجر الرملي ومن عصر الملك بطليموس الثاني سنه 250 قبل الميلاد، وموجوده على العلم بتاع المحافظه. نلاقي سنابل القمح مع النخيل كنباتات وزروع هامه في مناطق الواحات. هنا شكل الثالوث، الملك مرتدج مركب بيقدم قربان اسمه الحح، حح بالهيروغليفي يعني ملايين السنين، الى المعبود امون رع، ومعبوده زوجته المعبوده موت، وابنهم المعبود خنسو اله القمر او اله الطفل. وبعد كده راس التاسوع اتم وشو وتفنوت. الكتابات هنا اسمها جليفو بطلمي، هيروغليفي العصر البطلمي يختلف عن هيروغليفي الدولة القديمة والحديثة والوسطى، في علامات جديدة وتشفير واختزال. هنا ده كان مرمم في 1940 بواسطة بعثة متحف المتربة الفن، كان كله مهدم اثر زلزال من 300 سنة، وده احجار حديثة حتى باين انها جديدة عن مسيرتها في الجانب الاخر، وكانت واقفة على شكل حرف ال كده. دي بوابة من العصر البطلمي. المعبد أعيد استخدامه في فترة العصر القبطي كدير وكنيسة. هنا في بقايا بوابة اهي بتدخلني على السور شمالي، وببقايا مباني اهي بالطوب اللبني عبارة عن مساكن من العصر القبطي. المعبد شامل معظم الفترات التاريخية اللي مرت بها مصر، ابتداء من عصر فرعوني الساتو أسرة 26، ترمم الجدوي 27، اضافات من 29 30 بطلمي روماني. يبقى بره المعبد حديث، جوه قديم. كل ما ندخل جوه كل ملك بيعمل اضافه. دي بقايا بوابه اللي احنا عدينا عليها دي من عصر الملكه برنيكا او برنيقه، ملكه ليبيه تزوجها الملك بطليموس الثاني في المصاهره. هو ابن الملك بطليموس، هو بطليموس الثالث ابن الملك بطليموس الثاني صاحب البوابه دي. وهي عندي هنا التكنيك بتاع ديل الحمامه، ده تكنيك عبقري جدا. المصري القديم، المصري القديم يبني عمود، يبني العمود ما يبنوش كتله واحده، يبني كتله فوق كتله عن طريق عشو ومعشو، كتله خشبيه بتتحط هنا، بيعمل تربيط للاحجار بحيث لو في هزه ارضيه ما تكسرش تشرخ العمود. وموجود في جسم المعبد حاجه زي كده، وموجود الخشبه اللي هنا معانا. بعد كده دي كلها صاله الاعمده، وبنصل الى صاله البوابه الثالثه اللي هي اقدم بوابه المعبد. المعبد عامل زي جامع والكنيسه، ليه اوقات محدده يفتح ويقفل فيها، وهو مخصص للصلاه، مفيش دفن فيه ولا اكل ولا شرب، هو مخصص للعباده والصلاه زي الجامع والكنيسه، بتفتح في اوقات محدده وليه ابواب واسوار. دي اقدم بوابه منهم، بوابه من عصر اسرات، عصر اسره 27 سنه 520 قبل الميلاد، ومنها السور القديم بتاع المعبد،
ودي بنرجع للمجد بتاع الحضاره المصريه القديمه اللي كان حاصل في الدوله الحديثه اسره 18 19 و20 رجع. انا بقول بس بسرعه عشان هو بيستعجلوني الوقت، عشان هم بيقولوا لي اجري يعني اشرح بسرعه عشان احنا رايحين البجوات. قدامهم واوضح الناس عايزين يسمعوه واضحه قوي. انا هشرح براحتي يا جماعه، البجوات براحتكم بقى، عشان هو الاستاذ قال لي اشرح بسرعه عشان البجوات. اتفضل انا بتكلم على خطوك انت ماشي بسرعه والناس كبيره اهي بص عايزين يمشوا معانا. انا عايز ارضيكم بس مش عارف اعمل ايه. البوابه دي يا جماعه بتمثل المجد بتاع الحضاره المصريه القديمه في فتره الاسره 26. فتره 26 دي اسمه عصر احياء امجاد الاسلاف. بعد ما احتلونا الليبيين، احتلونا النوبيين، كان في اضمحلال عصر متاخر، كان في ركود. بدا المجموعه بتاعت اسره 26 يرجعوا المجد الحضاري بتاع الدوله الحديثه بالنسبه للنقوش اللي زي كده. تمام؟ لا مش تمام. عندي هنا احنا يا جماعه في حياتنا عموما بنتكلم مصر قديم. تمام؟ كل حاجاتنا مصر قديم حتى الان بنتكلم وبنقول كل حاجه في التراث. عندي الملك اللي هنا اسمه انتريوشي. انا عرفت منين؟ من الاسم جوه الخرطوش اهو. الخرطوش ده مكتوب جواه انتريوشي. انتريوشي يعني القادم من مناطق المستنقعات والاحراش، ان بلاد فارس بلاد ايران كان وقتها بلاد احراش ومستنقعات. تمام؟ احنا بنقول فلان ده في الامثال الشعبيه فلان ده له شنه ورنه. دي تمام؟ الدايره دي هي اسمها علامه الشن اللي هي دايره الاحاطه والخلود الابدي، اللي هو بنحط جواه الاسم اللي هو رن. تمام؟ اسم الملك، يبقى ده فلان زي الملك له شنه ورنه. ده عباره عن حبل معقود نهايته ببدايته، عباره عن ايه؟ البدايه هي النهايه والنهايه هي البدايه، فاستمرار وخلود ابدي واحاطه. عمال يقول لك عمل له تحويطه هو دي او حجاب، نفس الفكره كده عشان حمايه الاسم. بنحط جواها الاسم لما نمده شويه كده شنا ورنا تاني لما نشد الاسم كده يديني شكل الخرطوش بتاع ضرب النار. لذلك العلماء قالوا عليه خرطوش. خرطوش. تمام؟ هنا في اسم المعبود امن رع، امون رع، نب هبت. هبت هنا واحد المحرات مكتوبه بالالفابت ه ب ت، ومخصص مدينه عشان مكان زراعي متقاطع في احواض زراعيه يعني مزدهر. هناك في العالي بنشوف معبد النضوره، بقايا حصن وقلعه جواها معبد من عصر الروماني قرن ثاني ميلادي، عصر انطونيوس بيوس. هنا شكل الملك بتاج المزدوج، التاج الابيض بتاع الجنوب، التاج الاحمر بتاع الشمال، وبقايا الالوان قاعده اهي. وهو ارتداء الملك مينا، وكل ملك بيجي يعمل ارتداء لهذا التاج يعني كنوع من المحافظه على الوحده بين الشمال والجنوب. ومرتدي قلاده اسمها القلاده الصدريه العريضه الاوسخ، منها نوع اسمه اللي هو ساعه يعني، منها نوع اسمه بيبت. احنا بنتكلم مصر قديم اللي جاي منه كلمه بافيتا مع اقلابات الب ف بيبت بافيتا، هي الكولا الصدريه اللي بنلبسها للاطفال. تمام؟ ده الشباك. ما احنا ده هنقول سؤال دلوقتي واللي يجاوبه ياخد جايزه. ده الصقر حورس، هو فارد جناحاته تمام، وماسك في رجليه علامه العنخ، بيعطي انفاس الحياه للملك اثناء تقديم القرابين الى ابي امون راعي الجالس على العرش، وفارد جناحاته بيعمل له حمايه. والنص تحتيه بالهيروغليفي بيقول بحدت نتر ع نبت سابشوت بريء ماخد. اللي قلت ده هيروغليفي، العربي بتاعه حورس الادفاوي بتاع ادفو بتاع الاسوان. نتر ع المعبود العظيم، نبت سيد السماء، واحنا عارفين الصقر هو سيد السماء ملوش مكان في الارض، عيشه في السماء. سابشوت ذو الريش المزركش، شايفين لونه محزوز باللون الازرق اهو، الريش اهو. بريء ماخذ المنطلق بقوه في الافق. الملك هنا بيقدم قربان الماعد. الماعد ده رمز الحقيقه والعداله والنور والانتظام في مصر القديمه، وهو بيقدم القربان ده عشان ده غذاء وطعام للمعبودات. طيب هو الرغم ان ده متكسر لكن احنا عرفناه منين؟ النص بيقول حنق ماعد ان ايت اف امن رع نب هبت نترع وسر خبش. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام الهيروغليفي العربي بتاعه يقدم الماعد الى ابيه المعبود امون رع سيد مدينه المحرات، المعبود العظيم قوي الزراعه وقوي القوه. قدامه مائده قرابين مكونه من اجود انواع اطعمه ومأكولات، هنا بردي ولوتس، عطور وزيوت، خضروات وفاكهه، عجل كامل متكتف بادي الزند، الخبش، الموزه، اجود انواع.
والزيتين والعيش البلدي بتاعنا والخمر والنبيذ، يعني ده على فكره مائدة قرابين متكاملة. بيقدمهم إلى منرع جالس على العرش اللي هو المعبود الرئيسي في المعبد، خلفه المعبود أمود زوجته بتعمل حماية وتعضيد في الخلف. في السقف بنشوف المعبودة نخبة حمية الجنوب أنثى النسر بتعمل فرد جناح حماية للملك أثناء عبوره خلال البوابة دي عشان يزور المعبد على محور واحد. هنا بنشوف شكل الملك بيقدم قربان الخص. الخص رمز الخصوبة والفحولة في مصر القديمة إلى المعبود أمن رع كاموت إف، والنص بيقول أهو حنق عبوء إن إيت إف أمن رع كاموت إف، يقدم الخص إلى أبيه المعبود أمن رع. هنا الجانب ده كله يا جماعة منقوش، هنا منقوش النص بس. ليه؟ ليه؟ ده السؤال اللي عليه. تربية. لا تربية. لا وايه بتقول حضرتك؟ ده منقوش كله، ده نصه بس. هو قاصد، هو من يوم ما عمل معبد علشان يحطوا عليه التشريعات او القوانين يعني. يحترم الاله. لا هنا الإجابة محدش جاوب كده. هنا في عتب، الباب بالمسلاك بتاعه باب خشبي، بيجي يفتح هيفتح هنا، فدي نقوش لازم تظهر، مش هيعمل مجهود في حاجة، مش لازم يفكر تعمل كل حاجة. لكن اجمل حاجه ان كلهم بيحوطوا على بعض تحويطات، يعني كل حد يحوط. هنا ده نص النص ده كمالته. هنا هم بيتكلموا عن نص تجديد البوابة. عايزين نقراه باللغريفي تحت أمركم؟ مش عايزين نقرا؟ اقرا اتفضل. وقتكم بس. ماشي. النص بيقول عن خنسر نفر نبتاوي نبقر خت صارع نبخاو انتريوشا عن خجت. يعني ايه؟ فليحيى الإله الطيب سيد الأرضين سيد صنع الشعائر ابن الشمس سيد التيجان والإشراقات الملك داريوس عن خجت فليحيى أبديا. بعد كده مري امن رع نبهبت نترعى وسر خبش قد ان اف ومت محبوب المعبود أمون رع سيد مدينة المحراس المحبود العظيم قوي الذراع بنى له بوابة. وبيكمل هنا بيقول ام اينت حج نفر من حجر الابيض الجميل. الحته المكسوره دي موجوده هنا، تمام، اسمه حجر المسكات اللي هو نوع الحجر الجير الابيض الجيد. بيقول سيبوي اس ام عش نجم ستة انبيات ابوابه من خشب الارز الجميل ومصفح بالنحاس الاسيوي ام كات من ختنت نحح كعمل جيد للابديه دي سن ححو حفنو ام حبسد حر ست حور غنتي عن خو ميراجت نحح، يعني ليعطي لهم ملايين ومئات الآلاف من الأعياد الثلاثينية على عرش المعبود حورس زعيم الأحياء إلى أبد الأبدية. يا سلام. الله عليك. يعني ليه دي محاره؟ يعني ليه دي محاره؟ هو ده استكمال، ما ينفعش نعمل حاجة غير كده. ده شروط اليونسكو. الصور اللي على كده ده كلها المعبودات، كل المعبودات تقديم قرابين للمعبودات. اسمح لي لكن تبديلا لكنوفه عباد السلسل، انما هي مقصوره واحده للامور. بس هو رسائل الملكيه. هو اول ما اشوف معبد بكمل كده. ايوه يا باشا. هو يا جماعه في جروب على الفيسبوك اسمه الهيروغليفيه مع محمد حسن جابر وحاتي، بنعلم فيه هيروغليفي. اللي عايز اي اضافه اي سؤال اي حاجه حسن جابر. محمد حسن جابر الهيروغليفيه مع محمد حسن جابر وحاتي. الله ينور عليك. الله يخليك. يعني انا ادمن الجروب، واي سؤال اي ترجمه لهيروغليفي مش انا من هنا من الوادي الجديد. قول تاني كده. الجروب اسمه الهيروغليفيه مع محمد حسن جابر وحاتي، وليه قناه على اليوتيوب برضه باسم محمد حسن جابر مدرب ومترجم الهيروغليفيه. حاضر بحث الاسم. هنا بنصل الى حاجه اسمها البورتيكو. البورتيكو ده مكان تجمع عامه الشعب اثناء الاحتفالات والطقوس الدينيه المختلفه. عامه الشعب من الاغنياء، الفقراء بره خالص السور،
بره البوابات. هنا اغنياء، لان المعبد مش مسموح للناس كلها دخول الاجزاء بتاعته. قدام شويه بيبقى البلاط الملكي، ثم بعد كده او النبلاء، ثم بعد كده في مجموعه الكهنه، ثم قدس الاقداس المقصور دخوله على الملك والكاهن الاكبر. ده مكون من 10 اعمده، 3 في الشمال و3 في الجنوب، 4 في الجانب الشرقي. ده مكان من عصر اسره 30 بناه الملك نختنوب بالاول، واكمل نقوش الملك نختنوب الثاني اللي هو اخر ملك مصري حكم مصر. بعد كده احتلال لحد محمد نجيب، يمكن حتى محمد نجيب ام السودانيه خلينا في جمال عبد الناصر. تمام. تيجان هنا اشمعنى هنا ما انا هقول تمام. هنا حضرتك اتجاه هو طبعا 10 اعمده، 3 في الشمال و3 في الجنوب و4 في الجنوب الشرقي. اتجاه هنا دي باردي رمز مملكه الشمال، هنا لوتس رمز مملكه الجنوب. المعبد كله كان واقع هنا اهو ومتغطي بالرمله، ده اللي حفظه. جت البعثه بتاعت المطر بتاع بنيويورك، عملت تكشيف عن الرمله واعاده بناء للاحجار، لذلك كل ده جديد يا فندم. دول عملهم نحات اسمه بيريز سنه 1920. كلهم دول مش اوريجينال، 1 2 والثالث ده مش اوريجينال. ده اللي زيه موجود حاليا الاصل بتاعه في متحف المطر بتاع الفن، وخدوه في صفقه رسميه ما ينفعش نرجعها مقابل ان هم رموهم معبد ببلاش. تمام. هو هنا دول عملهم نحات اسمه بيريز 1920. كل دول مش الاوريجينال. ده اول واحد ناحيه الشمال، ده في تكه محدده اكتشفتها كده ان المصري القديم بيعمل كل حاجه بالرمزيه. عندي البرد ده بيبقى براعم يا فندم، مقفول كده، تسقط عليه الشمس بيروح مفتح. اول واحد عملها المصري القديم اهو ناحيه الشرق مقفول براعم، سقطت عليه الشمس فتح في الجو. تمام كده. فتح على عود. جميل جميل. هنا شكل الملك بيقدم قربان مهم جدا للمعبودات الرئيسيه في المعبد، قربان اسمه التيحج. قربان تيحج، قربان مهم جدا للمعبودات الرئيسيه في المعبد. هنا امون رع بوجه الكبش رمز الخصوبه، ابنه المعبود خنسو عضو الثالث في الثالوث، ادي اله هو اله قمري، ادي الهلال والقمر، وهو موصل كطفل بالخصله الجانبيه ضفيره الشعر. الناحيه الثانيه هو نفس القربان، بس هنا تاج الجنوب عشان في احنا كده جنوب، كده شمال لابس التاج الاحمر، ومعاه المعبوده موت زوجته. وادي النص بيقول كده: سقر تيحج ان ايت اف ايرن اف دي عنه، يقدم الخبز الابيض الى ابيه لعله يعطي الحياه. اي تقديم القربان من الملك للمعبود بيقابله رد عطاء من المعبود الملك، فبيقول له دي ان اي ان اك تاو نبو خاسوت نبو، سوف اعطي لك كل الاراضي وكل الصحراوات. هندخل دلوقتي نشوف صاله الاعمده الاولى، هي دي صاله من عصر الاسره 29 عصر الملك المنظر هنا ده أيقونة معبد إيبس، استمد منه في المسيحية مار جرجس وهو بيقتل التنين، استمد من المنظر ده. ده عبارة عن منظر قضاء الخير على الشر وانتصار الخير، ممثل بشكل المعبود ست بوجه صقر والتاج المزدوج كإله حاكم، وجسم مزدوج جسم آدمي وجسم صقر، فارد جناحاته ست بس رابن لا احنا هنشرح بس لحضرتك يعني ايه، اسمعوا الفكره عامه هتوصلوا كل حاجه. تمام. هو اسمه ست بس جاي بشكل حورس. الناس كلها كانت العلماء تختلف وتيجي تقول ايه ده حورس، لكن انا عندي النص، اذا وجد النص بطل اجتهاد. النص بيقول جد مدوء ستخ عابحتي نتر عاحر ايب هبت ايرن افدي عن خمير عجت. الكلام ده لغريف العربي بتاعه ترتيلة أو تعويذة بواسطة المعبود ست ومخصص بلطة وإله يعني إله. عابحتي عظيم القوتين، وهنقول هم إيه قوتين، قوة خير وقوة شر. حرقي بهبت القاطم في هيبس إيرن إفدي عن خمير عجت فليعمل لا إعطاء الحياة مثل رع للأبد. المنظر ده كله عملت عنه بحث في مؤتمر علماء الآثار. الفلسفة منه، الفرس لما جم احتلونا في 27 كانوا ناس يعني هم أرباب صحراء، وده المعبود ده رب صحراء، هم أرباب غلظة يعني أصحاب غلظة وتعامل قوي. المعبود ده كان معبود للشر ومعروف عنه الغلظة والشدة، فهم حبوا يختار إله رئيسي يناسب إمبراطوريتهم ويناسب صفاتهم، فخدوا شكل المعبود ست وادوا له أدوار خيرة. إيه الدور الخير بتاع ست؟ وقوفه على مقدمة قارب رع بيقتل الثعبان عبب أبو فيس. ده أخطر
من ده معبود للشر ومصاحب دين لاسد، وادي اللبده بتاعته وادي الدين. ده الثعبان ده بيطلع من تحت الميه في عقيده المصري القديم ان الشمس بتغيب بعد ال 12 ساعه بتوع النهار، تيجي بالليل تمشي في بطن المعبود هنود في قارب سماوي وتشرق بعد 12 ساعه في اليوم الجديد، كده الشمس تطلع يبقى فيه حياه. الثعبان ده بيدمر القارب، فبالتالي بتنتهي الحياه ويبقى في دمار للعالم، حاجه اسمها انتهاء الماعت وبدايه الاسفل اللي هو الشر. فبالتالي ده بيعمل دور خير، بينقذ البشريه، ده الدور الخير بتاعه. وكمان هو بيبقى شكله مقزز، فعشان كده بدلوا شكله وادوا له شكل المعبود حورس بوجه الصقر. ده محبوب عند المصري القديم وليه يعني ايه رغبه عند المصري القديم، عشان المتعبد لما يخش ما يشوفش ست يقزز منه. كل ده اعلاء من شأنه عشان يبقى هو اله رئيسي الامبراطوريه بتاعتهم. ادوا له الدور ده والدور الخير. الدور الشر بتاعه ان ست قتل اخوه مين؟ وزير في الاسطوره، يبقى بحتي. وكل واحد فينا عنده البحتي دول، قوه الخير وقوه الشر، بس هو ايه يغلب مين على مين. كل واحد فينا جواه خير وجواه شر. صاحب الصوره دي ده هو ده الفورس كده 27، هنا 29. ده 27 هو راكب على الاسد ودايس على التعبان. بالظبط. هو كمان دي ترميم في 1940 بس ترميم خاطئ، المفروض الدماغ تبقى العكس كده، بيحس يشوفها يضربها. الوان اوريجينال ما يقرب من 3000 سنه ما لعبناش فيها. المعبد مخصص في الدور الارضي لامون را وموت خنس الثالوث العام. الدور الثاني مخصص لعباد الثالوث العام، لا هو هنا الطيبي. الدور الثاني الثالوث العام اللي هو اهو وزير وحورس وإيزيس. هنا الملك تاج الشمال بيعمل حاجة اسمها دواء نسر سفدو، تعبد للمعبودات 4 مرات. هنشوف هنا منظر مهم جدا. الملك بيشيل الداخلين بايديه بالنص هنا وهنا، بيقول عقنب اربربن اوعب سبسنو. ده هيروغليف العربي بتاعه. الملك يأمر جميع من يدخل هذا المعبد بوجوب التطهر مرتين. فكرة الطهارة مرتين صبح وليل، أو طهارة حسية من خلال البحيرة المقدسة يغتسل فيها، وطهارة بالنية إن هو يتجهز للصلاة. هنشوف بقى منظر مهم جدا في صلاة الأعمدة الثانية. ايه الصلاه بقى؟ الصلوات دعاء بس، دعاء بس. ده قدس أقداس معبد إيبس، مكان مميز جدا مش موجود زيه أو مثيله في معابد أخرى. هنا ما لقيناش لا زورق ولا نيشة ولا تمثال للمعبود، مش عارفين اتسرق أو اتكسر. كل اللي يتواجد فيه أكتر من تمثيل ل 670 معبود عبدوا في مناطق مصر كلها، وخاصة مناطق الواحات والمناطق القريبة منها. ممثلين في هيئة صفوف من أسفل إلى أعلى بالنحت البارز من أسفل إلى أعلى. كل ريجستر، كل صف بيبدأ بشكل الملك بيقدم مجموعة من القرابين، تمام، لمجموعة من المعبودات، نوع محدد من القربان لمجموعة من المعبودات. آلهة الشمال الناحية الشمالية، آلهة الجنوب الناحية الجنوبية. ده بيمثل عبارة عن معقل للديانة المصرية، كتاب مفتوح كامل للديانة المصرية. كان الملك داريوس جمع جميع المعبودات دي وحطها في قدس الأقداس إرضاء لكهنة أمون الأقوياء وإرضاء لأهالي الوادي الجديد، بعد ما خليفته قمبيز دمر المعابد بتاعة أمون وقتل كهنة أمون. هنا في أيقونة معبد إيبس برضه مش موجودة في أي مكان تاني. هو داريوس ده كان فارسي؟ فارسي، كل دول فرس بلاد إيران، هو وقمبيز. هنا عندي منظر مهم جدا مش موجود في أي مكان تاني، عبارة عن نبوءة وأسطورة مش موجودة في أي مكان غير هنا. أيقونة معبد. إحنا نعرف في التراث، إحنا بنقول في الأمثال الشعبية فلان ده هيشيل عاره فوق راسه طول عمره، دي أصلها مصري قديم. هنا شكل للحمار رمز من رموز ست، شايل جسد اخوه أوزير اهو فوق راسه، يعني من عشان ست قتل اخوه أوزير في الاسطوره، حكمت عليه محكمه التسوع في هليوبلس ان هو عشان يكفر عن الذنب ده يشيل اخوه فوق راسه طول عمره، مومية اخوه، جسد اخوه. اهو النص بيقول أوزير ايبي شيبسيس باون، يعني أوزير المبجل من ارواح اون. ودي نبوءه واسطوره ما تحققتش غير في معبد إيبس. اهو ست بوجه الحمار بشايل اخوه، لان الحمار معروف عنه الفوضى والمعبود ست معبود للفوضى. في منظر هنا تاني بيمثل المعبود انوبيس وهو بيحنط جسد أوزير، وده الابن الشرعي، الابن الاكبر بس غير الشرعي، الشرعي هو حورس، واربع لا هو بيكفنه ودول الاربع اواني الكانوبيه اللي بتحط فيهم الاحشاء.
وهنا النص بيقول كده انبو انوبيس نبتا جسر نترعاه نبوي نخوه غنتي سح نسر سم انوبيس سيد الارض المقدسه المعبود العظيم سيد لفائف الكتان اللي بيعمل بيها تحنيط المتصدر خيمه التحنيط سم كاهن السم اللي هو الابن الاكبر للمتوفى. هنا بيحصل تعامد للشمس مرتين في السنه، بيحصل تعامد على الجزء دي بينور كل الجزء المظلم ده، وده طبعا مكان مخصص للمعبود بيبقى المفروض فيه تمثال هنا ويتعمل له تقديم طقوس 3 مرات في اليوم. تقديم التواريخ 6 9 و7 4 ربما ارتباط بمواعيد زراعه وغالبا هتبقى زراعه بلح وقمح. جماعه هنتحرك بسرعه.